السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نشوف مع بعض التركية كده اللي احنا هنشوفها النهاردة. الفيديو اللي فات شفنا فيه ازاي ان احنا ننشئ من الكالندر ميتنج يكون معايا اوتوماتيك انشاء تاسك في الكالندر في التاسك بروجكت مانجمنت. تمام. فعلى سبيل المثال انا عملت ميتنج في الحتة دي. تمام. ورحت على آه، البيانات بتاعتي وضفت مثلا subject مثلا رقم 100، وحطيت طبعا الديوريشن والديت جه معايا اوتوماتيك. باجي هنا احط مثلا معايا برضو العميل. لو انا قلت مثلا كونتاكت واحد، وهنا الاورجنايزر على حسب اليوزر بتاعي هسيب لوتفر زي ما هو، او اغيره برضو عشان هنا في الاتنديز شفنا ان هو بيتغير. ممكن احط هنا السيلز يوزر واشوف التفاصيل. ممكن اكتب هنا description او اقول مثلا تيست 100. تمام. وانس ان انا بعمل هنا سيف، اوتوماتيك بيتابديت الاتنديز بتوعي اللي انا اخترتهم هي الاورجنايزر والكاستمرز. اوكي. وبيروح انشئ تاسك اوتوماتيك جوه الكالندر ميتنج. سوري، جوه التاسك مانجمنت. تمام. لما بروح مديول التاسكز بلاقي ان سبجكت 100 ظهرت معايا هنا، وجالي عليها الاكتيفيتي بتاعتها على حسب اليوم اللي انا محدده امتى الكاتيجوري الاكتيفيتي بتاعتها تيجي. خد اليوزر كاتنديز وكل حاجه. تمام. طيب انا عايز اربط التاسك بتاعتي بالميتنج. فهل انا محتاج كل شويه اطلع من الميتنج اروح على التاسك، ومن التاسك ارجع على الكالندر؟ لفة طويلة، وأنا محتاج وأنا واقف على التاسك أعرف أبقى عارف الميتنج بتاعي، أو كفيلد هنا ميت 1 أو سمارت بوتون هنا معايا، وأضغط عليه يوديني على الميتنج المربوط بالتاسك. والعكس صحيح، لو أنا واقف على الميتنج يكون معايا فيلد هنا أو سمارت بوتون زي ده يوديني على التاسك المربوطة بالميتنج دوت. تمام. طيب لو احنا فاكرين في الفيديو اللي فات شفنا الاوتوميشن رولز اللي احنا عملناه. تمام. الاوتوميشن رولز كان فيه ده كده الاوتوميشنز اللي احنا كنا عاملينه. ممكن نبقى نشوف الفيديوهات برضو بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده. هنيجي هنا نلاقي ان ده الاوتوميشن رولز اللي احنا عملناه عشان ينشئ لنا التاسك وكل التفاصيل بتاعتها والبيانات بتاعته. طب انا عملت ايه؟ زودت بس انشاء التاسك اللي هنا دي. زودت الكود ده بحيث إن هو يربط لي الفيلد اللي موجود في شاشة الميتنج بالتاسك، والفيلد اللي موجود في شاشة التاسك بالميتنج. طيب تعال نعمل ده مع بعض خطوة بخطوة عشان نشوف برضو أمورنا فيها ماشية إزاي. أنا هاجي هنا على الكالندر، وهفتح هنا الليست فيو، وهجيب أي ميتنج، وهاجي هنا أقول له والله هات لي ده، وحط لي هنا فيلد من نوع مينيتي 1. طيب هتربطه بايه يا عم لطفي؟ هربطه بالتاسكس. تمام. اقول له كونفيرم. بعد كده هسمي الفيلد دوت، اقول والله ان الفيلد بتاعي اسمه related related task. اوكي. حطيته هنا، اخد تكنيكال نيم. هقفل دي واروح على ال التاسكس. تمام. هاجي هنا على التاسكس بتاعتي وافتح اي تاسك منهم، وازود برضو فيلد من نوع مينيت 1. تمام. الفيلد ده هيكون من نوع مينيت 1 عشان اربطه بالموديل التاني اللي هناك. واقول هنا كالندر ايفنت، واقول له كونفيرم، واسمي الفيلد دوت باسم related meeting. تمام.
باسم related meeting. بعد كده هروح أزود بقى السطرين اللي احنا اتفقنا عليهم في الأوتوميشن رولز بتاعتي. هاجي هنا كده أقول له هات لي الأوتوميشن، عايز اللي في التكنيكال، وأروح على الأوتوميشن اللي أنا عامله، وأجي على execute code، وأجي هنا كده قبل بعد السطر ده قبل إنشاء if organizer، وأجي هنا أحط الكود دوت. تمام. هاخده بس من هنا معايا، هاجي آخد من أول إنشاء تاسك دي وأقول له كوبي، وأرجع أحطها له هنا بيست، وأعمل له سيف. بعد ما أسيف هنا، وأروح أعمل ريفرش وأنشئ كالندر عشان أتست الكلام دوت أقدر أعمله إزاي. بعد لما أعمل ريفرش هدخل على الكالندر ميتنج. في مثال هحط ميتنج الساعة دي، وأعمل هنا open، وأكتب مثلا تيست ميتنج 44، وأروح على الكاستمر، أحط الكاستمر بتاعي، أحط يوزر، أحط description أو تيست، وأعمل سيف. تمام. بلاقي هنا الاتنديز اتحدثوا والريليتد تاسك اتحدثت. تمام. أقدر أروح من الريليتد تاسك من وأنا واقف في الكالندر على التاسك بتاعتي، ومن التاسك أروح على الريليتد ميتنج بتاعي. تمام. فأنا بقيت بالنسبة لي قادر من وأنا واقف على الكالندر ميتنج أكون شايف ال فين هنا تيست ميتنج اللي احنا لسه عاملينها من دلوقتي. كانت راحت فين؟ هنقول إن أنا عندي هنا ممكن أجيب created by أو creation on، و creation on دي فيها الداي. هنا عند 5/9، وليه ما ظهرتش معانا؟ طب خلينا نعمل واحدة تانية، أو المفروض إن هي فيها هنا موجودة، اللي هي 4 موجودة أهي. تمام. فأنا بقيت هنا واقف عارف التاسك بتاع الميتنج بتاعي مربوط بأنهي تاسك، والتاسك مربوطة بأنهي ميتنج. طيب إيه كمان ممكن أخليه يبقى كويس بشكل أحسن؟ بدل ما أنا أضغط على السهم الانترنال لينك هنا، أجي هنا على الاستوديو وأحط سمارت بوتون. السمارت بوتون ده يربط لي الميتنج كالندر بتاعي بالتفاصيل بتاعة. أقول مثلا هنا تاسكز أو تاسك، واختار مثلا أيقونة كده حلوة لذيذة زي دي، وأقول له سيرش مور، وأجيب الفيلد بتاعي اللي أنا رابطه بالريليتد ماسك تاسك بتاعتي، وأقول له هنا confirm، فيجيب لي التفاصيل بتاعة التاسك اللي عندي. أقدر أقفل كده ده في الاستوديو، وضغطت هنا على سمارت بوتون يوديني على التاسك، والتاسك من جواها أقدر برضه أحط سمارت بوتون أربطها بالميتنج بتاعي على حسب التفاصيل بتاعته. أنا هاجي هنا برضه أقول له ميتنج. تمام. واختار مثلا الشكل الظريف ده، واقول له هات لي هنا سيرش مور، وابحث عن الفيلد الاكس ستوديو اللي انا ضايفه اللي هو ريليتد تاسك. ده انا موجود فين؟ موجود هناك في موديل الكالندر ميتنج. اعمل كونفيرم، هيظهر معايا سمارت بوتون الجميل، والسمارت بوتون ده برضه اقدر احط عليه كونديشن ان هو لو مش موجود، لو الفيلد ده مش مربوط ده ما يظهرش. بعد كده ممكن بقى أرجع أخفي الفيلد دوت، بحيث إن هو ميبقاش فيه زيادة فيلدات على الشاشة بشكل كبير وبدون داعي، لأن خلاص بقى عندي السمارت بوتون ظاهر معايا. وهكذا في الكالندر ميتنج على مستوى الميتنج اللي هو 44 برضو ممكن ألغي الفيلد اللي خاص بالتاسك ريليتد هنا، وبقى خلاص أنا مربوط معايا. وأعمل هنا كده إيه invisible،
نقول له تعالى يا عم الفيلد الجميل، نقول له هنا invisible خالص، مش عايز اشوفه خالص لان مش فيه داعي للفيلد، لان خلاص بقى انا حطيت سمارت بوتون هيأدي الغرض اللي انا عايزه. انا هنا لو جيت انشأت ميتنج تاني اللي هي هنا بصفر اللي هي التاسك، هاجي اقول مثلا تيست رقم 55، وهحط الكاستمر بتاعي، واحط اليوزر، واحط الديسكريبشن، واعمل هنا سيف. هيابديت لي اتنديز، وهيربط لي الميتنج بتاعي بالتاسك. اقدر من خلال سمارت بوتون اروح على تاسك، ومن التاسك اروح على الميتنج كالندر. دي كده كانت ميزة كويسة نقدر نستخدمها ونطور عليها، بحيث إن احنا تسهل علينا عملية الترابط ما بين الكالندر ميتنج والبروجكت تاسك، وتبقى ميزة إضافية للعمل بتاعنا على التاسكات والميتنجز. شكرا ليكم، واستنونا في فيديوهات تانية فيها تيبس اند تريكس جديدة. وشكرا ليكم، ولو ما اشتركتوش في القناة اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.